السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناة أكلة شهية مع أمل صيام. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض البرسيل جل. ريحته حلوة، قوامه جميل. تكلفته الخامات والحاجات اللي أنا اشتريتها كلها كلفتني 100 جنيه، وعمل معايا حوالي 14 لتر من برسيل جل. شوفوا بقى وفرة قد إيه، شايفين القوام والشفافية، شايفين الجمال واللمعة كمان. لا هو ده البرسيل جل اللي نفسك تعمليه، توفري وفي نفس الوقت تعملي حاجة كويسة ريحتها حلوة وتكون من صنع ايديكي. يبقى يلا بينا نشوف المكونات اللي هنحتاجها النهارده عشان نعمل العظمة دي. انا معايا نص كيلو من السلفونيك، و30 جرام من التايلوز، وربع كيلو من التكسبون، و100 جرام من الخل المركز، و100 جرام من السيماسول، هو اسمها كده. والاسماء دي بتكون صعبة في البداية بس في الاخر بتعرفيها وبتحفظيها. و8 كيلو من الصودا الكاوية. وتجيبي، ممكن تجيبي بقى ب20 جنيه ريحة برسيل جل، او كل ما تكتري في سعرها يعني تجيبي كمية اكبر كل ما هتديكي ريحة افضل. واللون، و 100 جرام من الاكسجين او ماء الاكسجين. هنحضر بقى، جبت بستله كبيره كده وحطيت فيها 10 لتر ميه. وهقعد اقلب فيهم كده على الفاضي، انا لسه مضفتش فيهم اي حاجه. ليه بقى؟ علشان هي لما هتبقى الميه بتدور كده واجي انزل انا بال30 جرام من التايلوز، هلاقيه بيضار وفي نفس الوقت الميه بتدور، فالتايلوز نزل اللي هي البودره البيضاء، فهتلاقوها دابت ما كلكعتش معايا. يبقى دي تكه حلوه جدا نعملها. هنضيف 10 لتر من الميه، نلف فيهم كده بالخشبه، وضروري نكون بنستخدم حاجه بلاستيكي، ونقلب بحاجه خشب او بلاستيك. ونزلت بالتايلوز زي ما احنا شفنا كده مع بعض، وشوفوا ما كلكعش معايا خالص. ليه؟ لان انا دورت الميه الاول وبعدين نزلت ب 30 جرام من التايلوز، وقلبت قلبت قلبت، داب معايا بمنتهى السهوله بدون ما يعمل معايا اي كلكعه. هسيبهم بقى دول على جنب، واجيب بقى بوله كده برضو بلاستيكيه ومعلقه خشب، وهبدا احط فيها لتر ميه عاديه خالص من الحنفيه، وهنزل فيها ب8 كيلو من الصودا القشور بالشكل ده. وهقلبها كويس قوي، وتخلي بالك وتخلي نفسك بعيد شويه علشان الابخره اللي بتكون متصاعده من الموضوع ده. احنا اتعودنا ان احنا دايما الصودا طالما هندوبها ونعملها لازم نبعد نفسنا بعيد شويه او نلبس كمامه عشان الابخره اللي بتطلع من الصودا. يبقى انا دلوقتي حطيت لتر ميه من الحنفيه عادي خالص، حطيت فيه 8 كيلو من الصودا القشور، وهقلبه واسيبه برده على جنب. وهغلي بقى 2 لتر من الميه، يغلوا كويس جدا على البوتاجاز. وبعدين هجيب برضو بوله بلاستيكيه وانزل فيها ب2 لتر من الميه المغليه. وهنزل فيها بايه؟ هنزل في اللترين السخنين دول اللي احنا شايفين الميه دي كانت بتغلي بربع كيلو من التكسبون. وبرضو لازم يكون وعاء بلاستيكي، واكون معايا معلقه خشبيه، وده التكسبون هنزل بيه على 2 لتر من الميه المغليه. وهقلبه، هو بيكلكع شويه في البدايه بس احنا طبعا كل ربع ساعه هنقلب الثلاث حاجات اللي احنا عملناهم دول. هنزل بقى بربع كيلو من التكسبون على لترين من الميه المغليه، واقلب كويس واسيبهم على جنب. يبقى انا كده سبت ايه؟ يبقى انا كده سبت 3 حاجات. سبت التايلوز على 10 لتر ميه، وسبت التكسبون على لترين من الميه المغليه، وسبت 8 كيلو الصودا على لتر ميه عادي. الثلاث حاجات دول المفروض ان انا اسيبهم من ساعه ونص لساعتين، وكل ربع ساعه اقلب الثلاث حاجات دول، وكل واحد ليه معلقته اللي انا بقلب بيها، او الحاجه الخشبيه اللي انا بقلب بيها. يبقى انا وكل ربع ساعه هعمل ايه بقى؟ هقلب ال 30 جرام التايلوز اللي قلبتهم اللي دوبتهم في 10 لتر ميه. كل ربع ساعة هعمل الحركة دي، وأقلب التكسبون اللي دوبته في 2 لتر من المية المغلية، واسيبه على جنب. وأقلب 8 كيلو الصودا اللي دوبته في لتر مية عادية. يبقى الكلام ده الثلاث حاجات دول هسيبهم قد ايه كده مع نفسهم؟ هسيبهم من ساعة ونص لساعتين، بس كل ربع ساعة أقلب الثلاث حاجات دول زي ما احنا شايفين كده مع بعض. طيب بعد ما يعدي الساعة ونص أو الساعتين، كل ما تسيبيهم وقت كل ما يبقى أفضل، عشان التكسبون هتلاقيه داب وما عادش فيه اي اثر اي كلكعه، والصودا كمان هديت وبقت جميله، والتايلوس ضمننا ان هو داب والدنيا تمام. دلوقتي بقى هبدا انزل بايه؟ هبدا انزل على ال10 لتر من التايلوس، هنزل عليهم ب100 جرام من الخل المركز. يبقى انا دلوقتي حطيت 10 لتر من الميه، ونزلت عليهم ب30 جرام من التايلوس، سبتهم لمده ساعتين كل ربع ساعه بقلب. ودلوقتي نزلت عليهم ب100 جرام من الخل المركز، واقلب كويس قوي واستنى ربع ساعه. طيب بعد الربع ساعه هعمل ايه؟ بعد الربع ساعه هنبدا، يعني هسيبهم بقى كده، انا ضفت الخل بس على دول وهسيبه بقى على جنب. وبعدين ارجع بعد ربع ساعه. بعد ربع ساعة هبدأ أضيف 100 جرام من الأكسجين أو ماء الأكسجين، ممكن تجيبيه اللي هو السايب، وممكن تجيبيه من الصيدلية، المناسب ليكي مفيش مشكلة. 100 جرام من الأكسجين، وأقلب برضو كويس جدا وأسيبهم ربع ساعة.
يبقى البستلة الكبيرة دي فيها ايه؟ فيها التايلوز، ونزلت عليه على 10 لتر ميه طبعا اللي احنا دوبناهم مع بعض، وال100 جرام من الخل، واخر حاجه ضفناها لهم اللي هو ال100 جرام من الاكسجين. بعد ما تعدي ربع ساعه هبدا انزل ب100 جرام من السيماسول. يبقى احنا كده نزلنا بالتايلوز ونزلنا بالخل ونزلنا بالاكسجين ونزلنا بالسيماسول، وبين كل واحد والتاني بستنى ربع ساعه، واقلب اقلب 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 كويس جدا. هيعمل معاكي رغاوه بالشكل ده. مفيش مشكله، كده كده لما بنسيب الحاجات دي بتهدى الرغاوه دي، بتروح، وبيبقى كل حاجه باذن الله بتبقى تمام معانا. اتمنى يكون لحد دلوقتي الدنيا تمام. طيب، واستنى ربع ساعه، وبعد كده هبدا اعمل ايه؟ هبدا اضيف السلفونيك. السلفونيك وده بيكون شكله، هبدا انزل بيه بقى واقلب كويس جدا، اقلب على قد ما اقدر. تعبتي خلي حد يساعدك في التقليب. انا في البدايه كنت بعمل لوحدي، فعشان كده بحط شويه واقلب شويه، لكن بعدين لما حد جاي يساعدني بيبقى اسهل ليا، هو يقلب وانا اضيف، فبتبقى الدنيا تمام. وبعد شويه بقى، بعد ما ضفنا السلفونيك واستنيت ربع ساعه، هبدا انزل بالصودا. 8 كيلو الصودا اللي دوبناه في لتر ميه عاديه خالص من الحنفيه، واقلب، اضيف شويه صودا كده واقلب واضيف واقلب وهكذا. في المرحله دي ممكن تعادلي البي اتش وكده، بس انا شايفه ان الموضوع مش مستاهل، والمقدار ده كويس جدا وبينضف كويس، وكمان تكون ريحته حلوه جدا. فلو انت حابه في المرحله دي ما تضيفيش الصودا مره واحده، ويبقى عندك دفتر البي اتش واحده واحده كده، تقطعي قطعه من دفتر البي اتش وتنزلي بيها في المرحله دي، وتشوفي وتختبري عشان تعمليها على درجه 6، البي اتش معادلته على 6 يبقى تمام. مش حابه تعادلي، خلاص مفيش مشكله. انا ضفت الصودا كامله، والدنيا معايا خلاص كده الحمد لله تمام. اصل ايه بقى؟ ناقص لي اللون. انا كنت جايبه ب5 جنيه لون، جبت نص كوبايه ميه ونزلت فيها بمعلقه من اللون الازرق. جيب اللون اللي تحبيه، بس انا بتهيألي اللون الازرق بيكون حلو جدا. وقلبي بقى كده، ما ينفعش نضيف اللون وهو بودره على الحاجه عشان ما يكلكعش. انا بدوبه الاول في ميه، وبعدين ابدا انزل بيه تدريجيا. وتفضلي تنزلي باللون لحد ما يديك اللون اللي انت عايزاه، اللون المناسب ليكي. عندها بس توقفي اضافه اللون. يعني مش انا اللي هقدر اقولك لحد امتى، انت لحد اللون المناسب ليكي واللي حباه تبداي تعمليه. نخلي بالنا ان الرغاوي دي بتكون مخليه اللون فاتح شويه، بس هو من تحت بيكون غامق. كده كله تمام بالنسبه لي. ناقص ايه؟ ناقص الريحه. الريحه دي بقى انا جايبه ريحه برسيل جل، انا جايبه ب15 جنيه، تقدري تجيبي ب20، تقدري تجيبي ب30 زي ما انت عايزه، على حسب رغبتك في قوه الريحه. انا بالنسبه لي كنت جايبه ب15 جنيه، كميتهم كانت كويسه جدا، وضفت الريحه دلوقتي وقلبت، وسبتهم بقى ساعتين 3 كده علشان الحاجات دي كلها تهدى. يلا بينا بقى نشوف القوام. هنلاقي القوام خفيف، شايفين؟ هو اللون بالنسبه لنا بقى تمام، ده اللون، لكن القوام بالنسبه لنا خفيف. هنعمل ايه بقى؟ شفتوا ملح الطعام بتاعنا؟ هبدا اجيب معلقه كبيره كده من ملح الطعام وانزل بيها على البرسل جيلي بتاعي، واقلب كويس جدا. لما احس ان ما عادش اي اثر لمعلقه الملح الكبيره، ابدا اشوف القوام. لقيت القوام تمام خلاص، لقيت القوام لسه بالنسبه لي اهو خفيف، هبدا اضيف معلقه كبيره تانية من الملح، وافضل وهكذا لحد ما اوصل للقوام اللي يناسبني والقوام التقيل اللي انا حباه. شايفين؟ بقلب واشوف، بس لازم اقلب كويس جدا، واحس ان خلاص الملح ده ما عادلوش اي اثر. واشوف القوام تمام خلاص. القوام لسه خفيف، اضيف له معلقه كبيره من الملح، من ملح الطعام العادي خالص، واقلب كويس جدا. وهكذا بقى لحد ما اوصل للقوام اللي يناسبني. اهو انا بشوف القوام، هلاقي مثلا لسه، هبدا اضيف معلقه ملح تاني، وهكذا. ما ينفعش احط معلقه ملح، يعني كميه ملح كبيره واقلب، ممكن يفصل مني ويبوظ مني. ضروري اضيف معلقه بمعلقه كده بالشكل ده، واقلبها كويس جدا، لدرجه ان انت ممكن تحطي ايدك كده جوه البستله دي وتطمني ان مفيش اي حبيبات من الملح تحت في البستله، في قاع البستله البلاستيكيه اللي احنا بنعملها دي، عشان بس تضمني ان الملح يكون داب كويس. وسبتهم بقى ساعتين 3 برضو كده عشان الرغاوه دي تهدى والدنيا تهدى، واوريكم بقى القوام بتاعنا. بس قبل ما اوريكم القوام، انا شايفه ان اللون مش لامع قوي. طب اعمل ايه؟ دي المصدف بقى، باخد معلقه صغيره كده من المصدف، دي حاجه بيعملوها في المحلات برضو، علشان لو انت حابه تخلي البرسلج بتاعك بيدي لمعه، مش حابه خلاص تقدري تستغني عنها. اهي دي معلقه من المصدف، اضيفها بالشكل ده، واستخدمناها في الصابون السائل، واستخدمناها في الحاجات التانية، وكلوركس للالوان اللي عملناه مع بعض، والدوني استخدمناها في حاجات كتيره، ادت قوه ولمعان جميله. شايفين درجه اللمعان فرقت ازاي؟ التاني كان مطفي في الاول، لكن دلوقتي اللمعه بقت جميل. هجيب بقى جردل البلاستيكي كده اللي انا هخزن فيه، لان كل العبوات عندي بصراحه انا عامله فيها البرسيل جل
الصابون السايل والحاجات كلها اللي انا عملتها معاكم، وهسيبها لكم باذن الله في صندوق الوصف. دي ده القوام، ده شكل البرسيل جل بعد ما حطيته في الجردل البلاستيكي، وده القوام اللي احنا وصلنا له نتيجة التقليب واللمعة اهي. عايزة اوريها لكم برضو على ايدي كده عشان تشوفوا الشفافية عاملة ازاي، وتشوفوا الجمال عامل ازاي. يا ريت اقدر اخليكم تشموا ريحته وتشوفوا جماله على الطبيعة. هوريها لكم برضو بايدي، لو مسكته بايدي كده هيبقى شكله عامل ازاي وقوامه عامل ازاي والشفافية عاملة ازاي. طيب احنا كده عملناه لايه؟ للغسالات العاديه او الفوق اوتوماتيك. طيب لو انا عايزه اعمله بقى للغسالات الاوتوماتيك اعمل ايه؟ بتجيبي 8 كيلو من الانتي فوم وتضيفيه في المرحله دي بعد ما تعملي كل حاجه، وتقلبي كويس جدا، وتقلبي تقلبي تقلبي. يبقى انت كده الانتي فوم ده مانع للرغوه، يبقى انت كده حولتيه من البرسيل جل العادي حولتيه للبرسيل جل اللي يمكن استخدامه في الغسالات الاوتوماتيك. وانا ان شاء الله باذن الله هسيب لكم طريقه عمل برسيل جل. قصدي انا عملت معاكم دلوقتي برسيل جل، هسيب لكم طريقه عمل الصابون السائل، طريقه عمل الكلور وكلوركس للالوان، والصابون القطع سواء اللي بدقيق او من غير دقيق. كل حاجه باذن الله هسيبها لكم في اول تعليق مثبت وفي صندوق الوصف، وكمان المكونات هسيبها لكم مكتوبه في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت، علشان اللي حابب يجرب العظمه دي. ودي كانت حلقتنا النهارده، اقول لكم في رعايه الله والسلام عليكم.